وهذه حوادث نشوفها. قبل فترة حوالي يعني 10 سنوات اكو قصة حدثت هنا بآخر اسفلت، ولد شباب عسكري بعبدان، فأهل الأهواز يطلع قبل الفجر ويركب بالسيارة على مود يوصل للمعسكر هناك، يوصل قبلها شنو؟ يعني قبل الفجر يوصل هناك على مود، لأنه عسكري. فهذا الشاب يطلع المغرب يروح يقول لك أنا على راحتي أطلع، ليش أوازي نفسي والدنيا شتاء، أروح بالليل وأصل هناك الفجر في عبدان. فأبوه تخربط تمرض، حمى عالية وضغط عالي، فظل شايل أبوه الليل كله، من مستشفى قلستان إلى مستشفى رازي إلى مستشفى فلان، سووا له تحاليل سووا له كذا، وهو شايل أبوه على كتفه ويفتر به إلى أن قريب الفجر، بعد ما عنده أي مجال حتى ياكل لقمة. جاب أبوه خلاه على الفراش، قال له يبا تسمح لي أروح. أبوه قال له روح يبا، الله يطول عمرك، الله يوفقك. اجى الولد لهذا الترمينال القديم، هذا الجراج مالت عبادان، اجى لقى اتوبيس، تدري بعد عسكري ما عنده امكانيه يركب تاكسي، فاجى حجز بالمنشاه بالاتوبيس، خلى الكلاو ماله، هاي الشفقه مالته القبعه، خلى حجز بيها مكان وراح يشرب له شويه. من قبط الاتوبيس اجى يريد يركب، لقى واحد ما شاء الله طول بعرض قاعد بمكانه. قال له اخويا هذا مكاني. قال له شنو عندك سند بيه؟ يابا مو سند، بس انا خالي القبعه مالتي هنا. قال له ندري، روح شوف قبعتك وين. صدق لقاها جوا التاير مذبوبه. بعد انا لله يحكي وياه، هذا قوي مبين عليه شو. فسكت الولد، اخذ القبعه مالته وشرب شويه مالته، وتانى الاتوبيس اللاحق، وكان مطر وضباب، طريق عبدان ضباب. فلما حرك الاتوبيس صدق تاخر ساعه، راح قبل دور خوين لقى تصادف نفس الاتوبيس اللي هو كان حاجز بيه. وشلون تصادف؟ مع سياره نقل حمل تريله ومحمله شيش مال بناء، ومن صاير التصادف شيش البناء مخترق الجامه شيشه، ومخيط لك صاحبنا هذا الضخم مخيطه خيط ويا الكرسي اللي قاعد عليه. فالولد اجى باوع قال يا سبحان الله زاحمني على الموت. وخابر والده قال له يبا انا ترى بسلامه خاف تسمع. قال له يبا انا اندعيت لك قلب ولسان، روح. عرف له لا؟ هو عمل اليوم انت قمت بيش، قد تدفع عنك بلاء. اذن النقطة الأولى، العمل الحسن يخترق الزمان الماضي، يمسح ذنوبك ويمشي معاك للمستقبل، نعم يفتح لك طريق. بالعكس العمل السيء يحبط أعمالك، وبعد شي يسوي يأثر عليك بالمستقبل، يمشي وياك للمستقبل. زين، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذا العمل هل محدد بمكان لو أيضا يخترق المكان؟ نعم يخترق المكان. يعني أنت تعمل هنا والله جل وعلا يجزيك بمكان آخر، ينتقل العمل إلى مكان آخر.